حتى لو ربنا سبحانه وتعالى قرر يعفو عنك ويسامحك على كل غلطاتك في حقه، هيقول لك يخلى سبيلك بس بشرط ما تكونش ظالم حد. مشكلة الظلم يا جماعة إنه مش من الحاجات اللي ربنا بيسامح فيها، مش من الغلطات اللي ربنا ممكن يعديها لك. عارف في النيابة لما تروح على ذمة قضية وتثبت براءتك فيها وتاخد إخلاء سبيل، إيه الجملة اللي وكيل النيابة بيقفل بيها المحضر؟ واسألوني أنا بقى خريج حقوق. وكيل النيابة يا سيدي يقول لك يخلى سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. أنت كمان يوم القيامة ما تكونش مطلوب على ذمة قضايا أخرى، ما تكونش ظالم حد. مش هتمشي غير لما يسامحك أو ياخد حقه منك. يرضيك تقف يوم القيامة قدام ربنا عامل حسنات الدنيا وبينك وبين الجنة خطوة، وبعدين تلاقي نفسك ظالم ده وواكل حق ده وقاهر ده وجايب سيرة ده، يتلموا عليك كلهم وكل واحد فيهم ياخد حقه من حسناتك. تخلص حسناتك يشيلوك من ذنوبهم، وفي الآخر تطلع خسران. في خيبة ممكن الإنسان يخيبها أكبر من كده، في جريمة ممكن يرتكبها الواحد في حق نفسه أكبر من إنه يشيل أكبر مادة في حياته عشان خطأ ساذج.